اتفضل يا عم، الفلوس اللي انت طلبتها اهي. فلوسي دي يا ابني. الفلوس ديت يا عمي بسملة رنت علي وقالت انت لو عايز تروحني ابويا صرف عليها 20,000. هات ال20,000 وهتاخدني معاك وانت مروح. هاني طالب فلوس عشان انت تيجي تاخد بنتي؟ والله يا عم انت تسأل بنتك، ما تسألنيش انا السؤال دي. بسملة بسملة تعالي. ايه بابا في ايه؟ انت رنيت على محمد زوجك وقلت له لو انت عايز تاخدني ابويا صرف عليا 20,000 جنيه اكل وشرب وعلاج، هاتهم وانا هنروح معاك. بصراحة قلت كده، بس انت ما قلتليش اعمل كده. انا عملت طب كده وانت عملت كده ليه؟ علشان اخلي نفسي غالية قدامه وما ارخصش بنفسي. وعشان تغلي نفسك ترخص ابوكي؟ يا بابا ما كانش قصدي والله، بس بالراحة بس يا عم، مش مستاهل انك تمد ايدك عليها يعني. بالراحة ايه يا ابني؟ ده رجل الكلام على لساني انا ما قلتوش، وانا هناخد فلوس مصاريف اكل بنتي وعلاجها في بيت ابوها. معلش يا عم سوء تفاهم، بس اقعد واحنا نتفاهم. اسمعني يا ابني، انا بنتي دي ما مسكتهاش وقعدتها عندي غير لما انت ضربتها وهنتها ومديت ايدك عليه. ما هو انا يا عم ما ضربتهاش الا لما هنتني وتقول لي انت مش راجل ومش عارف ايه، وكل دي عشان ان انا بنخدم امي اصلا. كمان انت قلت له فعلا كده؟ يعني انت وصلت لي نص الكلام وقلت لي ضربني يا بابا وضربني من غير سبب، عشان انت تريتي هو ضربك عشان انت قلت له مش راجل؟ امال لما مش راجل مجوزاه ليه؟ يا بابا ومش راجل عشان بيخدم امه؟ يا بابا والله ما كانش يا بابا قصدي، ايه؟ طلعت مني غصب عني والله. قللت بابوكي وقصرت في حق زوجك وحماتك، كل ده عشان ايه؟ لما انت مش عايزه تعيشي تعالوا قولي لي يا بابا طلقني انا مش مستريحه، مش انك تخربي بيت زوجك وتوجع ابوكي معاه وتفكري ان ابوكي رخيصه ومحتاج لفلوس. الفلوس ديت هي اللي هتخليكي يا غبيه، هي اللي هتخليكي. ما كانش قصدي والله يا بابا، غصب عني. بص يا ابني، انا لا فلوس الدنيا ولا كنوز الدنيا بحالها كفيني في بنتي. بنتي انا شكلي ما عرفتش اربيها، بس والله العظيم لو قعدت عندي العمر كله وكشفت وعالجتها واكلت وشربت وكلت من لحم كتافي. انا عمري ما نحاسب ولا عمري نقول لنسيبي هات اكل بنتي ولا هات علاج بنتي، ده كده انا منرخصها ومنرخص نفسي كمان. انا عمري ما نقول كده. وعلى العموم اللي حصل حصل خير، هات الفلوس هاتي. والله يا عم انا استغربت من اللي هي بتقول. فلوسك قدامك يا ابني اهو، واقعد نص ساعة. بنتي دي هجهز شنطتها وتمشي معاك، بس انا مكلمك راجل لراجل. لو بنتي دي عملت معاك غلطة تاني عشان خاطر انا ما تمدش ايدك عليها، بس هاتهالي وشوف ابوها هيربيها ازاي. وانت زوجك تسمعي كلامه وحماتك تشيلها فوق راسك، فهمت ولا لا؟ وتعيشي على قد ما هو معيشك، على قد الفلوس اللي معاه تعيشي. خلاص؟ قسما بالله لو جاتيني تاني هنا على اسم غضباني وتكون انت الغلطاني لنشغلك خدامه في البيوت. غوري مشي وحج عيشي. فلوسك معاك يا ابني. انا عمري ما ناخد اكل بنتي عندي ولا علاج. انا مناسب راجل وانا عارفك انت محترم، ربنا يخليك. بس هي ما وصلتنيش كده. انا والله عارف اللي تزعلش. عندك، واستغربت من كلامها بتقول لي 20,000 ومش عارف ايه. لا يا ابني، بسملة حطها في عينيك وبالراحة عليها وفهمها الصح من الغلط. وصلا انا دلعتها فعلا شوية عشان امها الله يرحمها، انا كنت الام والاب، بس انت شد عليه وانا معاك. تمام والله يا عم. ماشي؟ ماشي يا عم. اتفضل يا ابني. خلاص يا بنت.